تعالوا نسمع كده الفيديو ده سريعا. بالنسبة لشاكر، النائب العام أصدر قرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد وانفرادة جديدة، وزي ما عودتكم اول الانفرادات هتلاقيها هنا على القناة. النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة ده هكلمكم عن جزئين، جزء سوزي او قضية سوزي وقضية شاكر، التيك توكرز اللي مقبوض عليهم. القضية دي شغلت رأي العام كله في الاسبوع الاخير، وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات ما كانش حد يتوقع اللي هيحصل. فالنهارده جاي احكي اخر تطورات قضيه شاكر والحدث اللي حصل من ساعه على قضيه سوزي. هنبدا الجزء الاول، قضيه شاكر اللي انا مستغربها جدا على عكس الناس كلها، وهقول لكم التفاصيل دلوقتي. تعالوا نبدا مع بعض في جزء شاكر. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو مش عامل اشتراك اشترك، عشان زي ما عودتكم اول انفرادات هتلاقيه هنا على القناه ان شاء الله، والتفتيش بالتفصيل بيحصل عندي. نبدأ في أول حاجة جزء شاكر. بصوا يا جماعة، قبل ما أبدأ بالظبط أنا عايز أقول لكم إن أنا ضد اللي بيحصل مع شاكر. تعالوا نسمع كده الفيديو ده سريعا. بالنسبة لشاكر، النائب العام أصدر قرار بالبحث عن جميع أرصدته في البنوك والكشف عن جميع الأرصدة والأملاك اللي بيمتلكها. قلنا كده الأمور وضحت، وشاكر خد 15 يوم على ذمة القضية. يبقى آخر تطوراته إن هو محبوس إلى الآن 15 يوم على ذمة القضية. بص، زي ما انت شفت ان هم هيعملوا استعلام على كل ارصدته اللي في البنوك والكلام ده كله. بس نيجي من 3 ايام بالظبط او 4 ايام، لحظه القبض على شاكر نزلت الصوره دي على صفحه وزاره الداخليه، وقالوا ان هم لقوا معاه سلاح ناري غير مرخص، وكميه من المخدرات اللي هي الحشيش، وكميه من مخدر الايس. طب هل ده يعقل؟ يعني انا بيني وبينكم، هل ده يعقل ان شاكر اللي هو اللي خدم في وزارة الداخلية، شاكر اللي قعد فترة معاون مباحث، يعني المفروض فاهم القانون كويس جدا، يعني قعد 4 سنين في الكلية واتخرج واشتغل لغاية ما بقى معاون مباحث، هل ينفع ان هو يبقى ماشي بسلاح ناري غير مرخص؟ بس كان هو اصلا يعني مرتاح ماديا، ان هو لو عايز يطلع التصريح من بكرة هيطلعه، لو عايز يطلع تصريح المسدس ده من بكره الصبح هيطلعه، غير ان هو كان ظابط. فيعني ليه معارفه مستريح ماديا، فاكيد في شك لعب بيحصل في القضيه دي. خلاص، ده بالنسبه للسلاح الناري. طيب هل انت هتقول لي طب وبالنسبه للمخدرات والايس ايه رايك فيهم؟ والله بص، انا هقول لك برضو رايي الشخصي. طيب شاكر، انت لعمرك شفته ماسك سيجاره؟ عمره ما طلع في اللايف، عمر ما حد صوره هو مثلا طالع من بار ولا بيشرب سجاير ولا الكلام ده. طيب هل ده ينفع ان هو يبقى مثلا بيشرب مخدرات وايس مره واحده؟ طب يا اخي، كان هيبان عليه. كان هيبان عليه فين؟ في تصرفاته. كان هيبان عليه حتى تحت عينيه، كان هيبان عليه في اي موقف يحصل له. لكن ده شخص يعني لائق بدنيا، شخص كويس، حتى خلقه كويس، حتى اللي بيطلع معاه في اللايفات خلي بالكوا ما بيقدمش محتوى فاحش ولا محتوى مسيء. ده حتى شاكر لما بيطلع في اي لايف مع اي واحده مثلا غير محجبه بيخليها تتحجب في اللايف، عشان هو الناس ما تشوفش، المتابعين ما يشوفوش. طيب انت ايه رايك في الموضوع ده؟ انا رايي في الموضوع ده ان في ناس عايزه شاكر وسوزي يهبطوا عشان ناس تانية تطلع، او عشان هم خدوا منهم الساحة اصلا. ففي حاجة وراهم. ما انت لو عايز تقبض على بتاع الايس، انت عارف بتاع الايس بتاع الاسم بالاسم. انت عايز تقبض بتاع المخدرات، انت عارف بتاع المخدرات بالاسم. انت عارف الناس اللي هي بتعمل محتوى مسيء اصلا. مثلا هتكلم لك مثلا في العموم في السينما المصرية. هل السينما المصرية بتهدف لشيء؟ في افلام ممكن تهدف لشيء، بس هل كل الافلام المصرية لا يوجد فيها محتوى مسيء او محتوى فاحش؟ لا، فيها. طب ما تروح تقبض عليهم؟ ما تعرفش. فانا بقول لك القضيه دي قضيه شاكر مخصوص، فيها حاجه، في حد وراها عايز يوقع الناس دي اللي هم تيك توكرز اللي خدوا خلاص الاضواء عشان يطلع ناس جديده. فانا بقول لك ده كده رايي الشخصي. عايز تقبض على ناس؟ لا، في ناس كتير. اشمعنى دول؟ ما تعرفش.
وزي ما قلنا في حته السلاح الناري ده ظابط عنده معارفه، يقدر مرتاح ماديا، يقدر يطلع ترخيص من بكره. ازاي يمشي بسلاح غير مرخص؟ ايس مخدرات عمرك ما شفته حتى ماسك سجاير، ولا الناس مش شايفاه حتى طالع من بار ولا الكلام ده زي محمد رمضان والناس دي. فده كده بالنسبه لقضيه شاكر. الى الان واخد 15 يوم على ذمه التحقيق، وزي ما شفنا في الفيديو في الاول القاضي وهو بيقول هيتم الاستعلام عن ارصدته البنكيه، زي ما حصل بقى مع سوزي من ساعه بالظبط. ده الخبر الثاني، ان سوزي من ساعه تم الاستعلام عن ارصدتها البنكيه ولقوا 15 مليون جنيه في الاستثمارات والعقارات. ده الخبر الثاني. طيب انت ايه رايك في موضوع سوزي 15 مليون جنيه في الاستثمارات والعقارات؟ بص، هي حاجه من الاثنين ملهاش تالت. الحل الاول لو هي متفقه مع ناس على موضوع غسيل الاموال ان هم يبعتوا لها هدايا وهي تروح تسجلها كعقارات ومباني ليهم هم، يبقى كده ده موضوع غسيل اموال. غسيل اموال اللي انت بتجيب فلوس بطريقه غير شرعيه بتحطها في طريقه شرعيه، زي اللي انا بعتها لتيك توكرز. تيك توكرز دول يروحوا بقى ايه، دي فلوسهم، فلوس تيك توكرز، يروحوا يجيبوا بيها عقارات وهي في الاصل مش فلوسهم. فلو هي حصل فيها، شافوا الشات وشافوا المحادثات الاخيره ولقوا فعلا الكلام ده اللي هو في اتفاق مسبق حصل بينها وبين اي شخص، يبقى ده ما عندكش نسبه 1% ان انت خطأ، وانت كده تبقى صح وتقبض عليها بتهمه غسيل الاموال. طيب افرض ما حصلش كده، يعني مثلا افرض دلوقتي في مثلا حاله حب متبادله بينها وبين الشعب مثلا، وبيبعتوا لها هدايا، ناس من بره في الخليج بيبعتوا لها هدايا. طب هل ده كده جريمه؟ لا اعتقد انها جريمه، لا اعتقد بنسبه 1% انها جريمه. انت عندك دلوقتي مثلا ممثلين الصف الاول في السينما بيعملوا ايه؟ اقل فيلم بيتاخد لممثل اللي هو فرز اول، الناس اللي هم الكبار 30-40 مليون جنيه، ده غير تركي آل الشيخ طبعا، والفلوس اللي بيدفعها للممثلين طبعا 30-40 مليون، ده بالنسبه للدولار حاجه عبيطه جدا. ممكن ياخد 5 مليون دولار اي ممثل فرز اول مثلا. طيب ما دي كده يعتبر اهدار مال، ده كده يعتبر ده كده، ما انت كده ما بتقبضش عليهم ليه؟ 15 مليون جنيه دول حاجه قليله جدا بالنسبه للهدايا اللي بتتباع بالدولار، بالنسبه لاسعار الدولار في الوقت ده. فانت كده لا، لو هي ما بتدفعش عليهم ضرايب يبقى حقك، لو ما بتدفعش عليهم ضرايب، لكن هي دافعه ضرايب وعامله كل حاجه تمام، يبقى انا بصراحه شايف من وجهه نظري ان هم مظلومين، ان في حاجه بتحصل، والتيك توكرز كلهم وقعوا بسبب ايه؟ الله اعلم، ده اللي عايزين نعرفه. يبقى احنا كده اخر تطور في القضيتين، ان شاكر خد 15 يوم الى ان يتم الاستعلام عن الارصده بتاعته في البنوك والاستثمارات بتاعته، وسوزي تم خلاص الاستعلام عنها بنسبه 15 مليون جنيه في الارصده بتاعتها. فكده انت عرفت اللي بيحصل مع شاكر واللي بيحصل مع سوزي، ده من وجهه نظري الشخصيه. بالنسبه بقى للناس التانية حبايبنا بتوع تجاره الاعضاء، ممكن مساجده، مروه، وفاء عامر، بالناس دي كلها هنعمل ايه معاهم؟ هتجيب لكم كل تفاصيل القضيه، تنزل النهارده بالليل ان شاء الله، ان شاء الله. ودول طبعا قصه لوحدهم تانية، سبحان الله، كل في اسبوع واحد حصل الكلام ده كله. فاستنى معايا كده، اعمل اشتراك لو مش مشترك، عشان انت زي ما قلت لكم في الاول اي حاجه انفرادات هتلاقيها باذن الله اول واحد على اليوتيوب انا ان شاء الله. فما تنساش لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك، اعمل لي لايك عشان يوصل لك كل الفيديوهات باذن الله اول باول في مواعيدها المحدده. ده من وجهه نظري الشخصيه بالنسبه لشاكر وبالنسبه لسوزي، واشوفكم فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله.